لو جيت تبدأ في فكرة الدروب شيبينج لازم تحط الثلاث معلومات دول حلقة في ودنك. لو حكمت انت تخرم ودنك نفسها اعمل كده. اول حاجة، ما تعتمدش ان الدروب شيبينج هو فكرة ايزي كام ايزي جو. لا، الدروب شيبينج انا بحط مبلغ كبير، احيانا ممكن يوصل معاك ل1000 و1500 دولار علشان بس الاقي منتج واحد رابح. فده بناء على تجربه شخصيه. بلاش تخش المجال ده لو انت ما معكش راس مال. جو ان انت تبتدي من غير راس مال صعب جدا ومش واقعي. الناس اللي تقول لك خد منتج وصوره على التيك توك واعمل فلوس منه، ده من وجهه نظر انا الكلام ده مش شايفه واقعي، لان نسبه الفشل اعلى بكتير جدا من نسبه العائد بتاعك. او باختصار شديد جدا، لو انت فكرت فيها على ان انا هخش استثمر مبلغ او ان انا من غير فلوس اصلا، لا، احب اكد لك ان انت هتخسر لا محاله. طب ليه هتخسر؟ ليه؟ اول هام واصعب هام ان انت لازم تبقى فاهم كويس جدا ان الدروب شيبينج ده هو مغامره متعدده المراحل. طب تاني نقطه، اما تيجي تبني لنفسك حاجه او لقيت المنتج فعلا الرابح، لازم تعمل له تيست كامبين صح. ما ينفعش ان انت تجيب منتج ولنفترض ب50 دولار وتعمل لي تيست كامبين على زباين، انا اسف في اللفظ يعني فئه عاليه او فئه اقل من المنتج بتاعك. لا، انا لو معايا منتج ب50 دولار يبقى اهول همي واعلى همي ان انا اوصل للزبون الصح في الوقت الصح في المكان الصح. لو المنتج بتاعي غالي ما ينفعش اروح للزبون ما معهوش فلوس. لو المنتج بتاعي آه، العائد منه ضعيف، ما اروحش لزبون معاه فلوس علشان هو هيحتقرني ويحتاج المنتج بتاعه ومش هعرف اوصل له اصلا. كنتش ميزانيتي 100 دولار في اليوم واروح ادور على توب 5 او توب 8 او ان انا ادور على كلاس A. لا طبعا، مش منطقي. ودي الرساله اللي انا احب اوصلها. دي رساله غير مفلتره مباشره ليك. تالت حاجه واخر حاجه خالص في الفيديو ده، لازم تبقى فاهم جدا الدروب شيبينج ده هو مجرد فيز 1 او مرحله اولى عشان تبني براند لنفسك. انت معاك منتج ماشي، مهم جودته جدا. طب عرفت تلاقي مورد صح، عرفت تلاقي منتج صح، دي مرحله اولى. المرحله اللي بعد المرحله الاولى دي بقى لازم ان انت تكون فاهم كويس جدا ازاي هاخد نفسي من ان انا اكون باخد منتج من زبون او باخد منتج من متاجر، الى ان انا اكون المنتج ده بتاعنا باسم انا، عليه اللوجو بتاعنا، وبيتشحن باسم انا من شركه الشحن، علشان اقدر ان انا اتتبع الشحنه بتاعتي صح، عشان اقدر اتتبع المصاريف بتاعتي صح، وعلشان كمان اقدر ان انا اكون اعلى عائد مقابل اعلى سعر انا بحطه في الاعلانات بتاعتي. وشكرا.